شباب تالتة اعدادي. دلوقتي هنشتغل الجزء الاول من الدرس الاول من الجغرافيا اللي هو قارات العالم. الدرس ده باذن الله هنشرحه على 3 اجزاء. ده الجزء الاول منه. بنلاقي ان الكرة الارضية مساحتها 510 مليون كيلومتر مربع. المية فيها بتمثل 70.7%، واليابس 29.3%. بالنسبة للأرقام ديت زي المساحة أو النسب زي 70.7% و29.3، مش مطالب منك إن أنت تحفظهم، لأن هم المفترض مش هيجوا في الامتحان. لكن إحنا مع مرور الوقت في شوية أرقام هنحفظها سوا. أنا هبقى محتاجها في حاجات قدام، في دروس قدام هنبقى نعرفها سوا. تعال نروح دلوقتي. بس المهم اليابس ده هيكون عبارة عن إيه؟ اليابس ده هيكون عبارة عن قارات أو حاجة تانية اسمها الدول الجزرية. تعال نشوف القارات. القارات عبارة عن قارات العالم القديم اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، وقارات العالم الحديث اللي هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية المعروفة باسم انتاركتيكا. قارات عالم قديم يعني تم معرفتها قديما، ودي اللي كان فيها السكان من الأول. قارات العالم الحديث دي اللي تم اكتشافها حديثا مع الكشوف الجغرافية في العصر الحديث. تعال دلوقتي نشوف تعريف الدول الجزرية. الدول الجزرية هي الدول التي تتكون من عدة جزر أو جزيرة واحدة، أو قد تكون جزء من جزيرة. عدة جزر زي مثلا الجزر البريطانية، أو جزيرة واحدة زي جزيرة مدغشقر. جزر البريطانية دي دولة بتتكون من عدة جزر، أو جزيرة واحدة زي دولة مدغشقر دي موجودة في جزيرة واحدة، أو قد تكون جزء من جزيرة. ده أول تعريف معانا في الجغرافيا. هي الدول التي تتكون من عدة جزر أو جزيرة أو جزء من جزيرة. لازم نحفظ التعريف ده كويس. تعال نشوف القارات. هتلاقي القارات بتتقسم لقارة آسيا، هي أكبر قارات العالم. تانية أفريقيا، التالتة أمريكا الشمالية، بعد كده أمريكا الجنوبية، بعد كده القارة القطبية الجنوبية المعروفة باسم انتاركتيكا، بعد كده أوروبا، بعد كده أستراليا. أول قارة في المساحة هتلاقيها قارة آسيا، وآخر قارة في المساحة هتلاقيها قارة أستراليا. هتلاحظ معايا معلومة بسيطة، إن قارة آسيا فيها حرف السين، قارة أستراليا فيها حرف السين. دور على قارة تاني فيها حرف السين مش هتلاقي. يبقى قارة آسيا الأكبر، قارة أستراليا أصغر قارة. لو بصيت معايا كده لقارة أمريكا الجنوبية، هتلاقي إن هي بتتوسط قارات العالم من حيث المساحة، بمعنى إن أنت لو مشيت القارات من الكبير للصغير هتبقى هي رابع قارة، ولو مشيتها من الصغير للكبير برضه هتبقى هي رابع قارة. فهي تتوسط قارات العالم من حيث المساحة. أكبر محيط هو المحيط الهادي، يليه الأطلنطي، بعد كده الهندي، بعد كده المحيط القطبي الجنوبي، بعد كده المحيط القطبي الشمالي. بص معايا كده على القارة القطبية الجنوبية. القارة القطبية الجنوبية احنا هنقول عليها كلمتين، والكلمتين دول مش هنجيب سيرة القارة دي تاني غير في درس اسمه درس توزيع السكان، وهنقول عليه معلومة هنبقى احنا عارفينها، ان القارة دي اصلا خالية من السكان، ما فيهاش سكان اصلا. طب بقيت شغلنا هيبقى على ايه؟ هيبقى على الست قارات اللي هي اسيا وافريقيا، امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، اوروبا واستراليا، اللي هي القارات اللي فيها سكان. تعال نشوف الكلمتين اللي هنعرفهم عن القارة القطبية الجنوبية الاول. القارة القطبية موجودة في اقصى جنوب الكرة الارضية، يعني عند القطب الجنوبي. يعني دي قارة متجمدة، يعني المفترض ان هي شديدة البرودة، وبالتالي هي غير مأهولة بالسكان، يعني ما فيهاش سكان اصلا. طيب تعال نسأل سؤال كده ممكن يجي لنا في الامتحان. بما تفسر قارة القطبية الجنوبية قارة غير مأهولة بالسكان، ويحط لك علامة استفهام، هتقول له السبب لأنها قارة متجمدة. طب ما النتيجة المترتبة على شدة البرودة في القارة القطبية الجنوبية أو تجمد القارة القطبية الجنوبية؟ هيبقى الرد النتيجة اللي اترتبت غير مأهولة بالسكان، أو أصبحت قارة غير مأهولة بالسكان. طب تعال ناخد سؤال ثالث. ماذا يحدث لو كانت القارة القطبية الجنوبية توجد في العروض المعتدلة، يعني دوائر العرض المعتدلة مش القطبية؟ تصبح قارة مأهولة بالسكان، يعني هيبقى فيها سكان. هي ما فيهاش سكان، بس فيها 4 مراكز أبحاث، باستثناء مراكز بحوث ومناطق مقسمة بين عدة دول بيعملوا أبحاث هناك عن طاقة نووية أو أبحاث فلكية، أبحاث بأشكال مختلفة، أبحاث علمية. الأربع دول دول روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، وإنجلترا.
روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا. بخصوص الدول دي تعال هديك سؤال دلوقتي الصح وغلط. السؤال بيقول توجد 4 مراكز أبحاث في القارة القطبية الجنوبية ل4 دول: روسيا، أمريكا، فرنسا، إنجلترا. العبارة دي صح ولا غلط؟ فكر كده شوية. العبارة دي غلط. ليه غلط؟ لأن قلت أمريكا. أنا عندي في 2 أمريكا، في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ودي قارات. لا، أنا عايز دولة تبقى الولايات المتحدة الأمريكية. وصلت؟ اتفهمت؟ طيب، جينا في امتحان القليوبية من كام سنة، جه ما المقصود بالقارة القطبية الجنوبية. طب ده مستر ملهاش تعريف في الكتاب، اكتب ايه؟ لا، هتكتب اللي انت عارفه عنها. يعني تكتب ان هي قارة تقع في اقصى جنوب الكرة الارضية، متجمدة، غير مأهولة بالسكان باستثناء مراكز الابحاث اللي هي لروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا. تعال نشوف حاجة تانية اسمها الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي هو موقع مكان ما بالنسبة لليابس والماء المحيطين به. واحد هيقول لي يا مستر مش ده التعريف اللي موجود في الكتاب. هو تعريف اسهل شوية من اللي موجود في الكتاب، وهو صح برضه. التعريف اللي موجود في الكتاب هو موقع مكان قارة او دولة او غيرها بالنسبة للاماكن الاخرى من بحار ومحيطات او دول مجاورة. اختار التعريف الاسهل ليك واحفظه. فهو موقع مكان ما بالنسبة لليابس والماء المحيطين به، او موقع مكان قارة او دولة او غيرها بالنسبة للاماكن الاخرى من بحار ومحيطات او دول مجاورة. تعال نحدد مع بعض كده الموقع الجغرافي للقارات. ادي الخريطة معانا، خريطة العالم. بص معايا كده، نحاول نحط الاول 6 حاجات. ايه هم ال6 حاجات اللي هنحطهم؟ القارات. يبقى الاول دي قارة اسيا، جنبها على طول قارة اوروبا، بعد كده امريكا الشمالية. اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. تاني اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا تحت اسيا اهي، افريقيا تحت اوروبا، امريكا الجنوبية تحت امريكا الشمالية. يبقى اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. يبقى انا دلوقتي كل اللي حطيته على خريطة العالم اسماء القارات، ما حطيتش حاجة جديدة. تعال نحط المحيطات. ده المحيط الهادي، من الناحية التانية من الخريطة المحيط الهادي، لان الكرة الارضية لفة. بعد كده المحيط الاطلنطي، المثلث اللي انت شايفه ده دي دولة الهند، يبقى اللي تحتيها ده المحيط الهندي. يبقى انا كل اللي عملته لحد دلوقتي كتبت اسماء القارات: اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. الناحية دي الهادي، الناحية التانية المحيط الهادي، ما بين افريقيا وامريكا او ما بين اوروبا وامريكا المحيط الاطلنطي، تحت اسيا المحيط الهندي. هتلاقي طبعا فوق خالص هنا المحيط القطبي الشمالي. طيب، لو انا عايز اطلع الموقع الجغرافي دلوقتي لاي قارة من القارات اللي قدامنا، لسه الخريطة فيها حاجات ناقصة. ازاي يا مستر؟ هنضيف 5 حاجات. ال5 حاجات دول في منهم حاجتين قدام. تعرف ايه ده؟ في ناس بتقول تقريبا ان ده البحر المتوسط. صح، يبقى ده البحر المتوسط، دي اول حاجة من ال5. بعد كده البحر الاحمر. تمام. يبقى انا دلوقتي انا اتفقت معاكم ان احنا اول حاجة هنضيف كام حاجة؟ 6، اللي هي اسماء القارات: اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. بعد كده هنضيف 4 محيطات: هادي، اطلنطي، هندي، بعد كده المحيط القطبي الشمالي. بعد كده هنضيف كام حاجة؟ 5 حاجات. اول حاجة ضفناها البحر المتوسط، التانية البحر الاحمر، التالتة بحر ارافورا ما بين استراليا واسيا، بعد كده خليج المكسيك، واخر حاجة البحر الكاريبي. يبقى انا دلوقتي اشتغلت 6 4 5. يعني ايه 6 4 5؟ 6 الست قارات: اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. 4 محيطات انا عايزهم: هادي، اطلنطي، هندي، وفوق المحيط القطبي الشمالي. 5 حاجات جداد على الخريطة: البحر المتوسط، البحر الاحمر، بحر ارافورا، خليج المكسيك، والبحر الكاريبي. تعالى دلوقتي انت بالنسبة لك من على الخريطة دي انت ضفت القارات قديمة بالنسبة لك، المحيطات برضو المحيطات قديمة.
عندك البحر المتوسط والبحر الاحمر قدام مش جداد، هو اللي يعتبر بدأت تحفظه بحر ارافورا، خليج المكسيك والبحر الكاريبي. عارف الاتجاهات شمال جنوب وشرق وغرب، من هنا تقدر تطلع الموقع الجغرافي لأي قارة. امسك معايا كده امريكا الشمالية. امريكا الشمالية شمالها ايه؟ المحيط القطبي الشمالي. شرقها المحيط الاطلنطي. غربها المحيط الهادي. جنوبها الشرقي خليج المكسيك والبحر الكاريبي. تعال ناخد امريكا الجنوبية. شمالها فوقيها اهو البحر الكاريبي. شرقها المحيط الاطلنطي. غربها المحيط الهادي. تعال امسك افريقيا. شمالها البحر المتوسط. غربها المحيط الاطلنطي. شرقها هتلاقي البحر الاحمر والمحيط الهندي، دول اللي بيغطوا الساحل كله الشرقي، الساحل الشرقي كله. طب يا مستر انا لو جيت في الامتحان ذكرت واحد من الاتنين بس، اجابتك تبقى ناقصة وتنقص درجات. لازم تذكر الاتنين. تمام. تعالى هنا هنتكلم عن قارة استراليا. استراليا شمالها بحر ارافورا. شرقها المحيط الهادي. غربها المحيط الهندي. والمحيط الهندي مكمل تحتها، يبقى جنوبها برضو المحيط الهندي. يبقى اسمعها تاني. استراليا في الشمال بحر ارافورا. الشرق المحيط الهادي. الغرب المحيط الهندي. والجنوب المحيط الهندي. بالنسبة لقارة اسيا، شمالها المحيط القطبي الشمالي. شرقها المحيط الهادي. جنوبها المحيط الهندي. غربها هتلاقي 3 حاجات. هتلاقي اوروبا، البحر المتوسط والبحر الاحمر. يبقى اسيا في الشمال المحيط القطبي الشمالي. في الشرق المحيط الهادي. في الجنوب المحيط الهندي. في الغرب اوروبا، البحر المتوسط والبحر الاحمر. طيب لو انت محتاج تطلع الموقع الجغرافي لاي قارة من القارات دول في الامتحان، وما كانش جاي لك الخريطة العالم في الامتحان، تعال نشوف هنعمل ايه. تعال تروح لاخر ورقة في كراسة الاجابة وتكتب من فوق كده كلمة مسودة وتبدأ تشتغل زي ما هوريك دلوقتي. تخيل معايا قارات العالم. احنا بدأنا بايه؟ اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية، استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. ادي ال6 قارات. بعدين حطينا ال4 محيطات. محيط الهادي، المحيط الهادي، المحيط الاطلنطي. بعدين هنكتب المحيط الهندي، نعمل حرف السي كده حوالين استراليا ونكتب المحيط الهندي، وبعدين المحيط القطبي الشمالي. يبقى احنا كده كتبنا ال4 محيطات. طيب تعالى بقى ضفنا 5 حاجات. كان اول حاجة البحر المتوسط، التانية كان البحر الاحمر، بحر ارافورا، خليج المكسيك، والبحر الكاريبي. لو مسكت الشكل ده هتقدر تطلع منه اي موقع جغرافي للقارة اللي انت عايزها. يعني امريكا الشمالية اهو في الشمال المحيط القطبي الشمالي. في الشرق المحيط الاطلنطي. في الغرب الهادي. في الجنوب الشرقي خليج المكسيك والبحر الكاريبي. امريكا الجنوبية شمالها البحر الكاريبي. شرقها المحيط الاطلنطي. غربها المحيط الهادي. قارة اوروبا شمالها المحيط القطبي الشمالي. جنوبها البحر المتوسط. شرقها قارة اسيا. غربها المحيط الاطلنطي. افريقيا في الشمال البحر المتوسط. في الغرب المحيط الاطلنطي. في الشرق البحر الاحمر والمحيط الهندي. تعالى لاستراليا. شمالها بحر ارافورا. شرقها المحيط الهادي. الخط الاسود ده بيعبر عن المحيط الهندي، يبقى غربها المحيط الهندي وجنوبها برضو المحيط الهندي. لو جيت تبص لاسيا شوف شمالها المحيط القطبي الشمالي. شرقها المحيط الهادي. جنوبها المحيط الهندي. غربها اوروبا، البحر المتوسط والبحر الاحمر. يبقى انت دلوقتي عرفت معايا الموقع الجغرافي للقارات اللي انت هتشتغل عليها اللي هم ال6 قارات، وازاي تقدر تطلعه بسهولة من غير ما تحفظ كتير، بتقلل على نفسك كمية الحفظ. بكده خلص الجزء الاول وهنبدأ في الجزء الثاني